السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. فيديو النهاردة بقى هعمل معاكم البطاطس بتاعة الشركات، ازاي نخزنها وازاي تطلع معانا ناجحة وما تسودش ولا لونها يغير، هتطلع معاكم احلى كمان من بتاعة الشركات وطعمها تحفة وكمان مقرمشة وجميلة. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة كده معايا 3 كيلو من البطاطس. دي بطاطس آلية. طبعا لازم البطاطس اللي هنشتغل بيها نتأكد ان هي بطاطس ايه للقلي. هبتدي كده ان انا اقشرها كده بالقشارة اهي، ومعايا هنا جنبي كده بولة فيها مية، ببتدي ان انا اقشر البطاطس واحطها كده في المية. هخلص كده كل كمية البطاطس. هنا خلاص بقى كنت قشرت كل كمية البطاطس. هبتدي بقى ان انا اقطعها. ما تكونش رفيعة قوي ولا سميكة قوي، يعني يكون السمك بتاعها متوسط. هبتدي بقى كده ان انا اقطعها. طبعا لو في بطاطسايه كبيره كده ببتدي ان انا اقسمها 2 عشان ما تبقاش يعني كبيره زياده عن اللزوم، يعني ما تبقاش طويله قوي. هبتدي بقى كده ان انا اقطع كل الكميه. برضو الكميه اللي بقطعها بحطها ايه جنبي في طبق فيه ميه. هنا بقى خلاص كنت قطعت كل الكميه. هبتدي بقى ان انا اغسلها تحت الميه الجاريه كذا مره لغايه ما احس ان الميه بتاعتها خلاص بقت صافيه وما فيهاش اي، يعني مش مجيره ولا اي حاجه ولونها ابيض وحلو. هكرر بقى الموضوع ده كذا مرة، يعني هغسلها 3-4 مرات كده لغاية ما احس ان هي خلاص المية بتاعتها بقت صافية. نيجي هنا بقى معايا هنا حلة فيها مية بتغلي، هنزل عليها بنص معلقة كبيرة من الكربوناتو. هنزل عليها بنص معلقة قصدي صغيرة من الكربوناتو، نص معلقة كبيرة من الملح، وعصير ليمونة. وهبتدي ان انا انزل كده بالبطاطس. هسيبها في المية دي كده 5 دقايق مش اكتر من كده، انا مش بسويها، يا دوبك بس بتتشمع كده ولونها بيبتدي يغير وبطلعها 5 دقايق بس كده. هنا بقى هبتدي ان انا اطلعها. يبقى بحط في المية نص معلقة كبيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الكربوناتو، وعندي عصير ليمونة. بعد بقى كده ما طلعتها من المية السخنة هسيبها كده بقى في طبق فيه مية او مية بتلج وابردها كويس جدا، يعني لازم تبرد كذا مرة. كل ما احس ان المية بتاعتها سخنت هغير لها المية كذا مرة لغاية ما احس ان هي ايه بردت تماما. بعد كده هبتدي بقى ان انا احمرها في الزيت. بسيبها في الزيت مش كتير خالص، يا دوبك بس تشد كده من غير ما تاخد لون ولا اي حاجة، يعني مش بسيبها تاخد لون حتى ذهبي، لا هي بتنزل في الزيت يا دوبك 3-4 دقايق تشد كده. هبتدي ان انا اطلعها، مش بديها لون خالص. بطلعها كده بقى على مصفى عشان تصفي الايه الزيت بتاعها. وطبعا الكميه اللي انا لسه ما قليتهاش سايباها في الميه زي ما هي. بطلع بس الكميه اللي انا هقليها اصفيها من الميه واحطها في الزيت. هخلص بقى كده كل الكميه هقليها بالشكل ده. بعد كده بقى هبتدي ان انا اجيب صينيه كده وارصها كده جنب بعض، ما احطهاش فوق بعض عشان ما تلزقش في بعض يعني وتتهري. هبتدي كده احط كيس تلاجة بفتحه وبحطه كده بين كل طبقة وطبقة، بحط كيس تلاجة. هرص بقى كده كل الكمية اللي عندي اهي، برصها كده جنب بعض مش على بعض، بحاول ان انا افرفطها بعيد عن بعض شوية. بس كده. بعد بقى ما بعمل كده بدخلها الفريزر، لازم تخش الفريزر تتشمع كويس جدا وتجمد. انا عن نفسي سبتها لتاني يوم، يعني انا عملتها بالليل، تاني يوم سبتها لتاني يوم كانت خلاص اتجمدت كويس جدا. اهم حاجة واحنا بنعمل البطاطس السرعة، يعني واحنا بنعمل نكون ايدينا سريعة شوية عشان ما تسودش او تبوظ مننا. هنا بقى تاني يوم بعد ما خلاص قعدت في الفريزر ليلة كاملة
مسكت نفسها بقى ازاي، بصوا لونها ابيض ازاي، ولا لونها غير ولا اسودت ولا حصل لها اي حاجه، تحفه وجميله وبيضه ازاي. هبتدي بقى كده ان انا افضي كل الكميه بقى كده. ببتدي ان انا افرفط كده اي اتنين لازقين في بعض، هتطلع معاكي بكل سهوله، بس طبعا بالراحه كده عشان ايه ما تتكسرش منك. عايزه تجربي مثلا في 2 كيلو الاول، خايفه تبوظ منك، بس الطريقه دي ناجحه جدا ومجرباها وهي قدامكم زي الفل، ولا اسودت ولا لونها اتغير ولا اي حاجه. هبتدي بقى ان انا اعبيها كده في الكياس على حسب بقى الاستخدام. بنعبيها بعد ما بتجمد طبعا. هعبيها كده بقى في الاكياس. هنا بقى خلاص كنت عبيت كده كل كمية البطاطس في الاكياس. هبتدي بقى كده ان انا اقلي معاكم كيس ونشوف شكلها عامل ازاي بعد القلي. اهم حاجة ان انا لما اجي اقليها وهي مجمدة كده بنزلها في الزيت، واكون مسخنة الزيت كويس جدا. مينفعش انزلها الزيت بارد ولا اسيبها تفك ولا الكلام ده، تنزل على الزيت السخن وهي مجمدة كده. بصوا بقى شكلها عامل ازاي ولونها ومقرمشة وجميلة. بصوا بقى صوت القرمشة. ما تنسوش بقى اللايك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.